يا أهلا وسهلا. اليوم وصفتنا بإذن الله بتكون ناتشوز، يعتبر كذا سناك خفيف لطيف مناسب للجماعات، خاصة إذا بتتابعوا أفلام، إذا بتسهروا وتبغوا كذا سناك مميز. جربوا الوصفة هذه بتعجبكم إن شاء الله، وخليكم معايا. والحين بإذن الله نبدأ الوصفة. طيب بسم الله. هنا عندنا المكونات، مكونات سهلة: بصل أبيض، بصل أخضر، طماطم، خس، جواكامولي، جبنة شيدر، فرانش، فلفل أحمر اختياري. طيب نبدأ الحين نحط البطاطس. استعمل دوريتوز بالملح بس، مخصص للتغميسات. طيب هنا أضفت الخس، كمان طماطم. عندكم حرية في إنكم تضيفوا تتحكموا في الإضافات، يعني ممكن ما تضيفوا الطماطم. طيب أضفت هنا البصل الأخضر، هنا البصل الأبيض، أضفت الذرة، وأضيف الحين دجاج. ممكن تستبدلوه باللحم، أنا حبيت أضيف دجاج. طبخت مع شوية كذا صلصة طماطم عشان يكون كذا يعني يكون ناعم. معلش إذا صوت النون واضح بالخلفية عشان بعيد عنه الزعلان، هو مع أبوه الحين. طيب الحين راح أضيف الجواكامولي. ممكن تستبدله بأفوكادو عادي، بس ترى هو أساسي، يعني شيء أساسي في الوصفة. وكمان بضيف جبنة شيدر، كمان هي من الأساسيات، أي نوع جبنة شيدر. طيب أنا بضيف فرانش، ممكن تستغنوا عنه، بس كانت إضافة حلوة. إذا ما هو متوفر عادي، بس الأفضل يكون موجود. طيب هذه إضافة اختيارية من عندي أنا. فلفل حار، هو ما كان حار صراحة، بس يعني حرارة خفيفة مرة، بس كذا أعطى طعم لذيذ، كذا حموضة لذيذة. وهذا شكل النهائي. الطعم لذيذ مرة. أنا سويت صنفين، سويت نوعين، واحد دجاج واحد لحم. زي ما قلت ممكن تحضروه تقدموه مع سهراتكم، مع الجمعات، يعني كذا ممكن يكون يعني يكون كل شيء لحاله، يعني مثل الخضار لحاله، اللحم لحاله، كذا يصير مثلا كل شخص يسوي صحن لحاله. فهمتوا؟ مدري كيف. فبتكون يعني إضافة مميزة. أنا قدمته وقت متابعة فيلم، صدقوني بتكون إضافة مرة مميزة في جماعتكم. وبالعافية عليكم، جربوها وقولوا لي رأيكم، وبالعافية.